من النهارده هبدأ سلسلة جديدة عن الصحة النفسية، والسؤال اللي هبدأ بيه مش هل انت مكتئب ولا هل انت عندك مرض نفسي ولا هل انت عندك انكزايتي. لا، انا هبدأ بسؤال ابسط واخطر، وهو انت عارف يعني ايه صحتك النفسية تكون كويسة اساسا ولا لا؟ لان كلنا تقريبا عارفين يعني ايه جسم صحي، انك محتاج تاكل، محتاج تنام، محتاج تتحرك، ولما تبدأ تحس بشوية تعب لفترة طويلة بتبدأ تقول انا مش مظبوط او انا عندي مرض. ولكن لما نفس الحاجة تحصل جوه دماغك وتبدأ تحس بأعراض زي انك تفكر في موضوع طول اليوم، او تكره نفسك على اخطائك القديمة، او تأجل كل حاجة مهمة، او تمسك الموبايل كل ما تحس بالضغط، تبقى وسط الناس وحاسس انك قاعد لوحدك، تروح تنام عشان تهرب من اليوم وتصحى وانت مش عايز تبدأه، ومع كل دوت بتقول انا تمام، لان مفيش حاجة واضحة اسمها مرض. ويمكن ده اول فكرة عايزين نغيرها في مفهومنا عن الصحة النفسية، ان انت مش لازم تكون مريض عشان تستفاد ان صحتك النفسية تكون احسن. وخليني احكي لك عن قصة شاب ممكن يبقى شبه ناس كتير جدا فينا. الشخص ده بيصحى الصبح يمسك موبايله ويخش يشوف شوية حاجات، وبعد شوية يفتكر ان في حاجات مهمة هو مأجلها، فيبدأ يقول همسك الموبايل 5 دقايق، والخمس دقايق يبقوا نص ساعة، فيبدأ يحس بالذنب فيتشتت ويمسك الموبايل تاني، ويجي عليه آخر الليل يبدأ يندم، هو أنا مالي؟ هو أنا ليه مش زي باقي الناس اللي حياتهم ماشية؟ هو أنا فاشل؟ أنا مش منظم؟ أنا شخص كسول؟ وبعدين ينام ويكرر نفس اليوم بكرة وبعد بكرة وبعده. والسؤال هنا، هل هو شخص كسول ولا في حاجة بتحصل تحته وهو مش شايفها؟ ودي كانت بداية الكلام لفكرة مهمة جدا عند عالم نفس اسمه بول كونتي، وهو بيقترح إنك لما تيجي تحاول تفهم نفسك ما تبصش بس للحاجة الظاهرة، اعتبر نفسك جبل جليدي أو ايسبرج زي اللي انت شايفه في الصورة. الجزء الصغير اللي فوق المية هو الحاجة اللي انت واعي بيها، عقلك الواعي، قراراتك، افكارك، مشاعرك، الحاجات اللي انت بتتحكم بيها وعارف ان انت بتتحكم فيها. لكن تحت السطح في جزء اكبر، عقلك اللاواعي، خبرات قديمة، عادات وتقاليد، انماط واستعدادات، وحاجات العقل بيعملها من غير ما كل مرة تبقى قاعد وتقول له اعمل كده واعمل كده. وده جزء من العقل اللاواعي في النموذج اللي شرحه بول كونتي. بول كونتي قال ان العقل اللاواعي مش مجرد مخزن، هو بيأثر على الطريقة اللي انت بتفسر بيها الدنيا وعلى رد فعلك تجاهها. وعشان يحميك من القلق والارتباك والندم، العقل اللاواعي بيستخدم آليات دفاع او ديفنس ميكانيزمز. ودي مش حاجة سيئة بالضرورة، لان العقل اساسا بيحاول يحميك. لكن ايه اللي هيحصل لو الحاجة اللي بتحاول تحميك النهاردة هي نفسها اللي هتعطلك بكرة؟ يعني تخيل معايا شخص نفسه يدخل علاقة، نفسه يحب ويتحب، لكن كل مرة شخص يحاول يقرب منه يبعد ويبدأ يبرر انا مش مهتم، العلاقات وجع دماغ، اكيد الشخص دوت مش مناسب. ولو سألته طب انت ليه بعدت، ممكن هو نفسه ما يعرفش يرد، لكن ممكن يكون في شيء اعمق جواه، ان القرب بيساوي احتمال رفض، والرفض عنده بيساوي ألم. وقتها العقل اختار الحل الاسرع، ابعد قبل ما تتوجع. بص للمفارقة، هو ظاهريا بيحمي نفسه من الرفض، لكن في الحقيقة هو بيحرم نفسه من العلاقة اللي كان محتاجها. وده من اهم الاسئلة اللي نفسي تاخدها معاك من الفيديو. لما تحس ان انت بتعمل حاجة مش فاهمها، اسأل نفسك هو انا بحاول احمي نفسي من ايه؟ مش هو انا ليه غبي ولا ليه انا ضعيف، لكن اسأل نفسك هو انا بحاول احمي نفسي من ايه. وتعال نجربها عمليا، يعني المرة الجاية اللي تلاقي نفسك فيها بتعمل حاجة مش عاجباك، زي انك تسكرول على الموبايل وانت بتذاكر، او تاخد قرار انت مش فاهمه ومش عاجبك بس انت اخدته، افتح نوتس او ورقة واكتب 4 حاجات بس، وهم ايه اللي حصل، وانا حسيت بايه، وانا كنت خايف من ايه، وانا عملت ايه عشان احمي نفسي. ال4 اسئلة دولت كافلين يفهموك انت ليه عملت الحاجة ديت. يعني هديك مثال، تخيل ان عندك تاسك او مهمة المفروض تعملها، فجيت تبدأ حسيت بقلق لانك خفت تبان مش فاهم او مش مستعد كفاية للمهمة ديت، ففتحت الانستجرام وقعدت تقلب فيه شوية. شايف الجملة القديمة كانت انا كسول، بس الجملة الجديدة بقت انا خايف من الفشل وبحاول اهرب. الجملة التانية اخطر بس في نفس الوقت افضل، لانها قابلة للفهم والتغيير. ومن هنا تبدأ حاجة اسمها السيلف اويرنس او الوعي الذاتي، يعني ببساطة تبدأ تلاحظ ايه اللي بيحصل جواك قبل ما تتحرك تلقائيا. وده مهم جدا، لان معظمنا مشكلته مش انه مش بيفكر، بالعكس احنا بنفكر كتير جدا، لكن مشكلتنا ان التفكير نفسه بيبقى ساعات جزء من المشكلة. وهنا ندخل على حاجة جديدة كتير مننا بيسمعها فعلا لكن قليل قوي اللي فاهمها، وهي المايندفولنس. يعني ايه مايندفولنس؟ بكل بساطة المايندفولنس هو انك تكون حاضر مع افكارك ومشاعرك في الوقت الحاضر، وتقدر تفهم افكارك ومشاعرك وتلاحظهم من غير ما تسلمهم عجلة القيادة فورا. اديك مثال، يعني لو انت قاعد في حالك وطلع في دماغك صوت بيتكلم وبيقول انا فاشل، مش لازم تحاربه ومش لازم تصدقه، بس حاول تلاحظه. انا دلوقتي بقى عندي فكرة اني هفشل. شايف الفرق؟ انت مش بقيت الفكرة، انت بقيت الشخص اللي بيراقب الفكرة. ودي مهارة ممكن تتدرب عليها. يعني تخيل انك بقى عندك القدرة انك تفهم كل حاجة بتدور في دماغك، وتحس مشاعرك وافكارك في اي وقت، وتقدر تركز على اللي جوه دماغك من غير ما تسرح كتير. وعشان كده من ابسط التمارين عشان تطور المايندفولنس عندك او الوعي هو المايندفولنس مديتيشن. وده نوع من التامل هدفه انه يزود قدرتك على التركيز. وده ببساطه بيتعمل ازاي؟ افتح تايمر اذا كان
5 دقايق او 10 دقايق واقفل موبايلك وغمض عينك، من غير فيديو، من غير موسيقى، من غير ما تمسك موبايلك، مجرد بس انك هتعمل حاجه واحده، وهي انك تركز على نفسك، تركز على الهواء وهو داخل ممراتك التنفسيه وهو خارج منها. مجرد هتعمل كده بس ببساطه انت مش هتعرف تعمل كده، لانك هتسرح بعد اول كام ثانيه، هتفتكر حاجه، هتتخيل المستقبل، هتفتكر موقف قديم حصل، وده طبيعي. انت مهمتك مش انك تمنع انك تسرح، مهمتك انك تلاحظ تلاحظ انك سرحت عن هدفك الاساسي انك تركز على نفسك، ووقتها ترجع تركز على نفسك تاني وتكرر سرحت ارجع، سرحت اركز، سرحت اركز، لغايه ما الوقت يعدي. انت هنا مش بتتمرن على التنفس بس، انت هتتمرن تلاحظ اللي بيحصل جواك هو ايه من غير ما تتحرك تلقائيا وراه. بتتمرن ان مش اي صوت يجي في دماغك يخليك تسرح، وتقدر في اي وقت تركز على اللي بيحصل جوه دماغك وتقدر تفهمه. لكن في مشكله تانية، حتى لو بقيت واعي لافكارك، ايه اللي هتعمله بوعيك يعني انت ممكن تكون عارف ان دماغك بتقولك انا مش كفايه، انا عمري ما هنجح، محدش هيحبني، بس انت اساسا لسه مصدق الافكار دي. وهنا هنحتاج نفهم حاجه اسمها الصوت الداخلي. يعني ايه الانترنال ناريتيف؟ هو ببساطه القصه اللي انت بتكررها عن نفسك في دماغك، او بمعنى اصح هو الهويه اللي انت دماغك شايفه نفسك بيها. مين انا شاطر ولا لا، انا محبوب ولا لا، انا لما بفشل ده معناه ايه، انا لما حد بيرفضني ده معناه ايه. والمشكله انك لو بدات تكرر القصه الاف المرات على مدار حياتك، هتبدا تصدق انها مش قصه، هتبدا تفكر انها حقيقه. وعشان تغير ده مش مطلوب منك تضحك على نفسك. يعني لو انت بتقول على نفسك انا فاشل، مش مطلوب تقول على نفسك انا انجح واحد في الدنيا، لان عقلك مش غبي، بس ممكن تبدلها بجمله ادق زي انا فشلت في الحاجه دي بالذات. فرق كلمه واحده لكن بين الاتنين عالم كامل. الاولى بتحول الفشل للهويه بتاعتك، بتخلي عقلك يفهم انك فاشل، والثانيه بتحطه في مكانه حدث حصل مش انت. وده ياخدنا لاداه تانيه اتكلمنا عنها قبل كده، وهي الجورنالينج. ايه دور الجورنالينج في الصحه النفسيه؟ ولو اول مره تسمع عن الجورنالينج، فالجورنالينج بالشعر، ومش انك تقعد تكتب دير دايري، ومش لازم حتى تكون كاتب كويس. الجورنالينج ببساطه انك بتطلع كل اللي في دماغك على ورق عشان ما يفضلش محبوس جواك. يعني لما تكتب انا متضايق بسبب كذا، انا خايف من كذا، انا متوقع كذا، وقتها بتقدر تشوف المشكله من بره بدل ما تكون انت نفسك جواها. طيب ازاي تعمل جورنال؟ ايه الاسئله اللي تسالها لنفسك؟ تكتب ايه وتكتب ازاي؟ كل دوت ممكن تعرفه لو اتفرجت على الفيديو اللي فات اللي بيتكلم عن الجورنال وبيشرح بالتفصيل كل حاجه موجوده فيه. وهنا هقدر اتكلم عن نوع تاني من الكتابه تقدر تستخدمه، وانا شايفه هو من اكتر الحاجات المفيده لاي شخص عايز يهتم بصحته النفسيه، وهو الديلي جراتيتيود او الامتنان اليومي. بس قبل ما تقول انا هكتب 3 حاجات انا ممتن ليهم، خلينا نفهم اصلا يعني ايه جراتيتيود او امتنان. الجراتيتيود مش انك تظهر ان حياتك جميله او تنكر مشاكلك، او مش انك تقول انا تعبان بس كل حاجه عظيمه الحمد لله. لا، الجراتيتيود انك تلاحظ وتقدر الحاجات الجميله اللي موجوده اساسا في حياتك، بدل ما يكون كل تركيزك على الحاجات اللي ناقصاك وبس. وده جزء اساسي جدا من نموذج بول كونتي انه يشرح الصحه النفسيه. بول كونتي شايف ان الصحه النفسيه مكونه من حاجتين: قدرتك انك تتعامل مع الحياه وتأدي فيها، وفي نفس الوقت انك تكون مقدر وجودك ومقدر وجود الحاجات اللي حواليك. طيب تعمل الجراتيتيود دوت ازاي؟ بكل بساطه كل ليله اكتب 3 حاجات انت ممتن ليهم، بس ما تكتبش انا ممتن لاصحابي، اكتب انا ممتن النهارده عشان صاحبي بعت لي لما كنت متضايق. ببساطه خليك دقيق في الكلام اللي انت بتكتبه. ما تكتبش انا ممتن عشان صحتي، اكتب انا ممتن النهارده عشان رجلي شالتني. ما تكتبش انا ممتن عشان عيلتي، اكتب انا ممتن عشان امي عملت لي الاكله اللي بحبها. ليه لازم تكون دقيق في الحاجات اللي بتكتبها؟ عشان انت فعليا مش بتجمع كلمات ايجابيه وخلاص، انت بتدرب نفسك على الانتباه، انك تبدا تلاحظ حاجات اساسا موجوده في حياتك، بدل ما عقلك دايما يفضل شغال على انا ناقصني ايه، او مين احسن مني، او ايه اللي ممكن اخسره. وهنا تظهر نقطه مهمه جدا: احنا مش بنعمل المديتيشن او الجورنالينج او الجراتيتيود عشان تبقى حياتنا مثاليه، لا، احنا بنعمل الحاجات ديت لسبب واحد: ان احنا نرجع الوعي لحياتنا. لان من غير وعي ممكن الخوف يسوقك، والفون يتحكم فيك، والمقارنات تتحكم فيك، والكلام السلبي اللي في دماغك يسوقك، وفي الاخر انت تسال نفسك هو انا ليه حياتي عامله كده؟ ليه انا دايما مش مبسوط؟ وعشان تفهم المعنى ده اكتر، تعال نرجع للشخص اللي احنا بدأنا بيه، الشخص اللي كان عنده شغل مهم وكل شويه يهرب منه، وكان بيهرب للموبايل. بس بعد ما فهم نفسه وبدأ يلاحظ نفسه، بدأ يقول ويفهم ان لما الشغل يكون مهم بالنسبه لي بخاف اني ما اكونش قدها. وعرف انه لما بيخاف بيهرب، ولما بيهرب بيمسك التليفون. وهنا اكتشف نمط ماشي في حياته بقاله زمن. واول ما عرف النمط دوت بقى قدامه اختيارات، زي انه يعمل مديتيشن 5 دقايق، وممكن يعمل جورنال ويكتب الحاجه اللي هو خايف منها، او يبدا يفهم المشاكل اللي جوه دماغه قبل ما يبدا المهم اساسا. وممكن يقول انا مش محتاج اثبت لنفسي دلوقتي اني اقدر اخلص كل حاجه، او اني محترف في الشغل دي، انا بس محتاج اني ابدا. وهنا بيبدا يظهر مفهوم لما صحتك النفسيه بتتطور، وهو الايجنسي. انا مش مجرد شخص بتحصل له الحياه، انا اقدر اعمل حاجه
فيها. والايجنسي مش معناها انك هتتحكم في كل حاجة، انت فعليا مش هتقدر تتحكم في رأي الناس ولا النتائج ولا الحظ ولا اللي هيحصل بكرة، لكن تقدر تتحكم في حاجات كتيرة زي هل هبدأ، هل ههرب، هل هطلب مساعدة، هل هتكلم، هل هكتب عن الحاجة اللي مضايقاني، هل هقفل الموبايل. وكل قرار صغير من دول بيقول لعقلك حاجة واحدة بس، ان انا اقدر اتحرك. وده فعليا تبسيط لمفهوم الايجنسي. وعشان كده انا عامل الفيديو دوت عشان عايزك تجرب حاجة واحدة بس من بكرة. مش عايزك تغير روتين حياتك ولا تعمل 15 عادة جديدة، انا عايزك تعمل روتين بس 10 دقايق. انا عايزك تعمل 5 دقايق مديتيشن من اللي اتكلمنا عليهم، و3 دقايق جورنالينج انك تكتب الحاجات اللي في دماغك، ودقيقتين جراتيتيود او امتنان يومي. في المديتيشن ركز على النفس، وركز ان يبقى عندك وعي ان مفيش اي حاجة تدخل دماغك وتاخد تفكيرك. وفي الجورنالينج اكتب انت خايف من ايه وحاسس بايه وايه الحاجة اللي شاغلة تفكيرك دلوقتي. وفي الجراتيتيود اكتب 3 حاجات محددة انت ممتن ليها النهارده، واقفل النوت. مش مطلوب تحس بمعجزة، ومش مطلوب تصحى تلاقي نفسك شخص جديد، مطلوب منك حاجة واحدة بس، انك تبدأ تسمع نفسك. لكن في سؤال مهم جدا، ازاي اساسا نعرف ان الطريقة اللي ماشيين بيها صح؟ ازاي اعرف الحذر اللي عندي ده حماية ولا عزلة؟ الكونفيدنس اللي عندي دوت ثقة ولا غرور؟ التفكير الكتير والاوفر ثينكينج بيفيدني ولا بيشلني؟ الاستقلالية اللي انا ماشي بيها في حياتي قوة ولا عدم قدرة ان اطلب المساعدة من الناس؟ ودي بقى الاسئلة اللي هتخلي السلسلة ديت مختلفة. انا مش هقولك اعمل مديتيشن وخلاص، لا، احنا محتاجين نعرف احنا ليه محتاجينها، وامتى هنستخدمها، وايه اللي بيحصل لما العقل يحاول يحمينا بطريقة غلط. لان يمكن تكون اكبر مشكلة في صحتنا النفسية مش ان احنا وحشين او ان احنا مكتئبين او ان احنا محتاجين نكون اكثر ايجابية. يمكن المشكلة الحقيقية ان احنا محتاجين نفهم نفسنا شوية، نعرف عقلنا بيشتغل ازاي. احنا مش فاهمين ليه بنهرب، ليه بنقارن، ليه بنخاف، ليه بنتعلق، وليه احيانا بنكون عارفين الصح وبرضه نعمل العكس. وفي السلسلة هنعرف ايه الحاجات اللي بتحسن صحتنا النفسية بجد، وايه الحاجات اللي تأثيرها على صحتنا النفسية محدود زي الانستجرام مثلا. والاهم ان احنا مش هنتعامل مع الصحة النفسية انها موضوع خاص بالناس اللي عندها امراض نفسية وبس، لان صحتك النفسية بتأثر في الطريقة اللي انت بتفكر فيها، وفي القرارات اللي انت بتاخدها، والطريقة اللي انت بتتعامل بيها مع الناس وبتعيش بيها يومك كله. حتى لو انت شايف نفسك تمام، ممكن يبقى فيه مساحة ضخمة للتحسين. ودي كانت اول حلقة من سلسلة المنتال هيلث او الصحة النفسية. والحلقة الجاية هنبدأ ندخل جوه الحتة الاخطر، الديفنس ميكانيزم، اليات الدفاع اللي مخك بيستخدمها، وازاي نفس الحاجة اللي ممكن تكون بتحميك من الألم تكون هي نفسها السبب انك مش قادر تتقدم. استنوا باقي فيديوهات سلسلة الصحة النفسية. سلام.